بيت ابونا ليش صار لعنة بعد ما كان افضل نعمة؟ الموت مو نهاية، احيانا هو بداية اكبر معركة، والسبب بيت تربينا بيه وكل ذكرياتنا بيه وضحكتنا كل زاوية منه يتحول فجأة الى ملف دعوة قانونية وخصومة، مو لان ماكو محبة، لان ماكو فهم وماكو وصية وطمع البعض من الورثة. واليوم راح احكي لكم عن اكبر قضية تواجه كل عائلة عراقية بعد وفاة الاب، هي بيت الورثة. مو ملكك وحدك. احكي لكم عن قصة واقعية. ابو يوسف رجل توفى منطقة الكرادة، تارك بيت بطابو باسمه وما ترك لا وصية ولا تقسيم. يوسف الكبير ابنه سكن بيه وجاب عائلته، بنى طابق ثاني، ركب سيراميك، صرف تعب عمره. لما رجع اخوه الصغير علي من السفر قال له اريد حصتي، هذا بيت ابونا. يوسف نزل عليه مثل النار، انت كنت برا، انا اللي ظليت، انا اللي حميته، انا اللي دفعت، انا اللي دفنت ابوي. بنتهم هدى قالت لا اريد بيت ولا فلوس، اريد نرجع اخوان مثل قبل. بس الطابو ما يعرف لا مشاعر ولا اخوة، يعرف بس ملكية مشاعة. المحكمة طلبت كشف وقالت الآتي: المادة 1061 من القانون المدني العراقي، المال المشاع بين الشركاء يعتبر ملكا مشتركا ما لم يثبت العكس. بالإضافة إلى المادة 1070 لكل شريك يطلب إزالة الشيوع إلا إذا منع بنص أو شرط. يعني شنو؟ بيت الأب بعد وفاته يتحول تلقائيا إلى ملكية مشاعة بين كل الورثة، حتى لو أنت ساكن وحدك حصتك بيها محفوظة، بس هو أكثر ما يحق لك تمنع غيرك، ولا تبيعه ولا تأجره بدون موافقتهم خطية طبعا. والحل لو فرز لو تجنيب إذا البيت توقع عليه القسمة، يا بيع في المزاد ويتقسم السعر حسب الحصص الشرعية. المصاريف اللي دفعها على الترميم يوسف والإضافات يقدر يطالب بتعويض، بس ما يصير يطالب بالبيت كامل. نرجع لأهمية الوصية. القاضي سأل الأم، أبوهم ترك وصية، قالت وصيته كانت بلسانه بس ما كتبها. وهي هاي المصيبة، ملايين البيوت جاي تتقسم بدموع لأن الأب ما وثق وصيته. الوصية تحل نص الخلافات وتوضح الموقف وتمنع الظلم وتحفظ حق الضعيف، قاصر، مريضة، أرملة، بنت عايشة بعيد. وصيتك تنكتب ورقة بس قيمتها تحمي عائلتك كاملة من التمزق، من الترابط الأسري فوق العقاب. المحكمة قالت كلمتها، بس بين الجلسات كانت الأم تبكي بزاوية القاعة. مو بس قلبها مكسور على البيت، قلبها مكسور على أولادها اللي صاروا خصوم بيناتهم. البنية هدى قالت كلمة ضجت المحكمة: بيت أبونا ما بي فائدة إذا خسرنا أخوه. قيمة الأخوة أكبر من كل متر طاق، وإذا خسرت أخوك بقضية ما راح تربح شي حتى لو أخذت الحصة كاملة. صدر الحكم: البيع بالمزاد، تعويض يوسف عن ترميمه، توزيع الإرث حسب الحصص. يوسف طلع وهو حزين، ما يبكي على فلوس، يبكي لأنه حس أنه خسر أخوانه وأمه وصورة أبوه اللي كان يريدهم إيد وحدة. رسالة أخيرة للجميع: المحكمة تنطيك حقك بس ما تنطيك أخوك. اكتب وصيتك وثبتها بكاتب العدل، افهم القانون قبل لا تفكر شلون تحصل الحصة، فكر شلون تحافظ على عائلتك. معاكم أخوكم محامي حذيفة الشاعر.